صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم يا الأحباب، وش راكم؟ إن شاء الله تكونوا بصحة والعافية، كبيركم وصغيركم. فيديو اليوم هو الجزء الأخير، نقولوا الخامس لجولتي في تلمسان. قبل ما نخرجوا من تلمسان والعودة إلى الجزائر لازم نروحوا إلى المغنية باش نقتني التوابل الفواحة. وهدايا السوق ما شاء الله الله يبارك، تلقاي كاع انواع التوابل. كاين اواني فخاريه، كاين انواع البخور الجزائريه والمغربيه والسعوديه، وتلقاي المكسرات بانواعها. وكذلك تلقاو هنايا كما نقولوا الصابون الجزائري والمغربي. الزيوت اللي تحقها نتيا، هذه الآلة اللي يرحوا بها التوابل باش تديها مرحية، يرحوها لك تمتم. وعندهم حسن الضيافة والاستقبال ما شاء الله، يعطيهم الصحة. واللي عجبني هو كيفاش حاطين التوابل هرم، ماشي هرم. الله يبارك، ما شاء الله. نخليكم الفيديو ولا نرجع ان شاء الله. كل داخلية شو تشتري ماشي كاع حاجة روعية. نحيو السيركلات. ماذا بينا. كملنا الجولة تاعنا في السوق تاع مغنية، سوق التوابل. وشريت واش سحقيت. هنا نتجه دوكايا الى الحدود بين الجزائر والمغرب. اخذنا صور تذكارية مع العلم الجزائري، وهذه حدود المغربية. وهذا الجبل مكتوب تحيا الجزائر، خسارة ما بانش. رجعنا للدار، وغدوة ان شاء الله رحنا الى مكان اخر. قبل ما نكملوا الجولة تاعنا حبسنا في الطريق اين دخلنا هادو الحوانت تاع الفخار تانيك شرينا منهم. الله يبارك، كاين حانوت قدام واحد ان شاء الله تزوروهم، مكان بزاف جميل. مسكردة هو شاطئ في مدينة مرسى بن مهيدي، أي سموه بورسي. مكان بزاف جميل، من أفضل الشواطئ اللي تقدموا الجزائر الحبيبة من حيث الطبيعة، وخاصة الصخور اللي تحكي قصة من التاريخ، وخاصة الأمواج التي تجد موقعها للرمال الذهبية. بزاف شباب هذا المكان اللي عجبني تانيك الموقع تاعو. وكي قربت شوفي الشاطئ تاعو بزاف نقي، وتانيك الكورنيش تاعو ديالو تلقاو واش راكو حابين من مأكولات ومثلجات، والطبيعة ما تخلاش منها الطيور ما شاء الله. اكيد قعدت لي بزاف ذكريات جميله في تلمسان ما ننساهاش. خلينا تلمسان ورحنا اتجهنا الى وهران الباهيه، اجمل مكان القاه في اعالي وهران. كاين صور وكاين فيديوهات ان شاء الله يعجبكم. كملوا برك الفيديو الى الاخير، وان شاء الله تزوروا كل الاماكن اللي زرتها انايا، وتستمتعوا اماكن بزاف رائعه بسياحتها بالمعامله الطيبه. فرجه ممتعه نتمناها لكم، والسلام. اطيب الكلام، سلام.